بنت جامدة بتروح ناحية رجل أعمال عربيته وقفت على الطريق وبتقوله محتاج أي مساعدة، فبيقول لها هو فندق بيفرلي هيلز فين؟ بقالي ساعة بلف بالعربية وبدور عليه. فبتقوله ماشي هقولك، بس الوصف $5. فبيضحك وبيقول لها هي المساعدة بقت بفلوس دلوقت. ماشي مفيش مشكلة، معايا $20 فك. $20؟ لا حس كده اركب بقى واوصف لك المكان شخصيا. وبتقوله يمشي لاخر الشارع وبعدين فين اشاراتك؟ لا شكلك كده ما بتعرفش تسوق، هو انت سارقها؟ فبيقول لها بذمتك حد زي يسرق؟ الفندق فين بقى خلصيني. خلقك ضيق قوي كده ليه؟ امشي لاخر الشارع على اليمين. ولانه مش عارف يسوق فعلا بيخليها هي اللي توصله، وبيبقى منبهر بيها لان عندها خلفية كويسة عن العربيات. وبمجرد ما بيوصل الاوتيل بتكون فيفيان متفاجئة من المكان، معقول نازل هنا؟ بس بتعرفه انها هتاخد تاكسي $20 اللي خدتهم منه. ولما بتقعد على الرصيف بتصعب عليه وبيعزمها على العشاء في الاوتيل، وطبعا لانها بنت فقيرة مش بترفض، وعشان شكلها غريب ولبسها اغرب بيخليها تلبس الجاكيت بتاعه. بس برضه الناس كلها بتبص عليها ومحدش مصدق ان لويس رجل الاعمال المعروف عازم بنت زي دي. والستات طبعا بيبصوا عليها ومتغاظين من مظهرها، ده حتى عامل الاسانسير مركز معاها. وبمجرد ما بيدخلوا الجناح بتقوله هو انت قاعد هنا بجد؟ فبيعرفها انه جاي كاليفورنيا عشان عنده صفقة وهيقعد هنا اسبوعين لحد ما يخلصها. وبيقرا وقتها الجوابات اللي جاتله، فبتروح تقعد على المكتب قدامه من غير ما تاخد بالها انها قاعدة على باقي الجوابات. وبتسأله وقتها هو بيشتغل ايه بالظبط؟ محامي؟ بقولك جاي اخلص صفقة، محامي ايه بس؟ او بيعرفها انه رجل اعمال بيشتري الشركات اللي وقعت وانهارت وبيبيعها باسعار اغلى. وبيبدأ يحكي لها انه حاليا منفصل، وان الاكس بتاعته حاليا بتلم حاجتها من نيويورك. بتتخانق معايا عشان شايفة اني مش بفكر غير في الشغل وبس. وبيفضل طول الوقت يعمل مكالمات عشان يخلص في صفقات، وواضح كده انه مش بيفكر في الشغل فعلا يا جماعة. والاكس بتاعته ست مفترية. وفي الوقت اللي بيعمل فيه المكالمات بتتفرج فيه على التلفزيون وبيبقى عاجبها الفيلم قوي. وفي اللحظة دي بيعرفها انه محتاجها اسبوع واحد ومن بعدها تقدر تمشي. هترافقه للحفلات والايفنتات المهمة اللي هيروحها، لانه للأسف محتاج ست معاه. والاكس بتاعته مرضتش تيجي، بس بشرط واحد، تغير ستايل لبسها لانه مش مناسب. وفي مقابل كده هيديلها $1000. والصبح بيكون طلب لها كل انواع الفطار الموجودة في المنيو لانه لسه مش عارف بتاكل ايه، وبيكون لسه مستني ردها. فبتقوله انها موافقة، بس الهدوم والحاجة اللي هتشتريها بعيد عن $1000 ها. وساعتها بتعرف انه جاي عشان يبيع شركة تمنها $1 مليار. فبتكون منبهرة بيه وبتقوله كل الثروة دي من بيع الشركات اللي بتخسر، يعني لا بتبني ولا بتشتري ولا بتبيع. وساعتها بقى بتسأله أهم سؤال، ليه أنا بالذات؟ ما هو في بنات كتير توافق على العرض ده. فبيعرفها لويس إنه شايفها هي المناسبة، وبيديلها فلوس كتير كمان عشان تشتري هدوم ليها، وأهم حاجة تكون الهدوم اللي هتشتريها أنيقة ومناسبة لمكانته. وساعتها بقى بتكلم صاحبتها في التليفون وبتقول لها إنها حاليا قاعدة في أفخم جناح في بيفرلي هيلز. لا وإيه، هتقعد هنا أسبوع كمان؟ تخيلي هيدفع لي كام؟ $3000 حتة واحدة. فبتنزل عشان تشتري هدوم زي ما قال لها بالظبط، وبتدخل محل براند لما بيعجبوها كام طقم متعلقين، بس البنات اللي هناك بيطردوها لان طبعا شكلها مش مناسب للمكان. فبتمشي وهي متضايقه. وبمجرد ما بترجع الاوتيل المدير ما بيعجبوش شكلها برضه، وبيمنعها من انها تطلع، وبيقول لها هدومك مش مناسبه ليه. وبياخدها وقتها على المكتب وبيبقى عايز يعرف علاقتها بلويس ايه وايه القرابه اللي ما بينهم. فبتقوله انها تقرب له من ناحية والدته. ولما بيسألها على ستايل هدومها بتعرفه انها حاولت تغيره دلوقت وتشتري هدوم تانية لكن اتطردت من المحل. فبيكلم براند جنبهم انه هيبعت لهم بنت اسمها فيفيان صديقة زبون مهم موجود عشان يغيروا لها ستايل لبسها. ومجرد ما بترجع الأوضة بيكلمها في التليفون وبيقول لها تستنى الساعة 8 عشان العشاء المهم اللي قال لها عليه. بس بتفتكر في اللحظة دي انها ما بتعرفش تستخدم الشوك ازاي، طول عمرها بتاكل بايديها. فبيعلمها مدير الاوتيل بارني كل شوكة بيتعمل بيها ايه بالظبط. وبتجهز فيفيان وبتستناه. وبيكون لويس وقتها مش مصدق شكلها، هي اتغيرت
كده ازاي؟ وبيكون واخدها لميعاد عشاء مع رجل اعمال كبير شركته بتخسر ولويس ناوي يشتريها، ولما بتقعد وبيتقدم الاكل قدامها بتكون نسيت تستخدم انهي شوكة، لكن ادوارد الراجل العجوز بيشيل من عليها الحرج وبيقول لها كلي كلي عادي، احنا لحد دلوقتي ما نعرفش انهي شوكة بناكل بيها، وساعتها بياكل بايده قدامها. اما لويس بيكلمهم في الشغل وبيقول لهم انه ناوي يبيع الشركة بتاعته لمستثمر ناوي يدفع كتير وبيعرض عليهم السعر كمان. اما حفيده بيكون متضايق وبيقول له انهم مش هيبيعوا، فادوارد بيكون حاسس انه بيستغله وبيقول له وقتها يبعد عن شركته وانه مش ناوي يبيع برضه، ولان الصفقة باظت وما وصلوش لاي اتفاق. بمجرد ما بيوصلها الاوتيل بينزل وبيقعد يعزف على البيانو لوحده، ولما بتحس فيفيان انه اتاخر بتسال عليه وبتروح له المكان اللي قاعد فيه، وبيبان وقتها انها مهتمه بيه، مش بس بتقوم بمهمه يعني وبتاخد مكانها فلوس. والصبح بيديلها الكريدت بتاعته وبيقول لها تروح تشتري هدوم تاني، فبتعرفه انها مش حابه عشان اتطردت امبارح من المحل، فبياخدها وبيروح لهناك وبيعرف مدير المكان انه ناوي يصرف مبلغ كبير جدا، ولو مش حابين ممكن يروحوا محل تاني. ولانه استحاله يرفض حاجه زي كده بيطلب كل البنات اللي بيشتغلوا في المحل عشان يروحوا يعرضوا عليها كل الموديلات الجديده. ومن اللحظه دي بتبدا تتعامل فيفيان معامله مختلفه جدا، وبتكون وقتها مش مصدقه نفسها وبتخرج من المحل لشخص تاني خالص. بس من كتر انها متضايقه بتقرر انها تعدي على المحل اللي اتطردت منه امبارح وبتقول للبنت فاكراني، فالبنت طبعا بتبقى مش عارفه هي مين، شكلها اتغير كتير. وفي اللحظه دي بتعرفها انها البنت اللي اتطردت امبارح واشترت هدوم كتير بمبلغ كبير قوي من مكان تاني، او بتضايقهم يعني عشان خسروها. اما مدير الاوتيل بارني ما بيبقاش مصدق انها فيفيان وبتتشيك وبتروح معاه سباق الخيل وبيقول لها تتعامل زي سيدات المجتمع الراقيه، وساعتها بيعرفها على مراتات صحابه اللي بيبداوا يكلموها عن لويس وان مئات الستات يتمنوا يديلهم فرصه واحده، وبتروح تقوله هو انت هنا عشان شغل وعملاء جدد، بس في الظاهر يعني جايه عشان تتفرج على سباق الخيل. فبيقول لها عرفتي اخترتك ليه؟ عشان بنت ذكيه وشاطره. اما حفيد ادوارد ديفيد بيروح يقف معاها وبيقول لها ما تخيلتش ان اشوفك هنا. وبالنسبه لصاحبه فيليبس بيروح يقول له وقعت عليها فين دي؟ هي اللي جابت لك الكرافته اللي لابسها صح؟ انا عارف ان ده مش ذوقك. فبيبص عليها وبيلاقيها واقفه مع ديفيد وبيقوله ما يمكن تكون جاسوسه، لازم تعرفني شفتها فين لان الصفقه دي بملايين وممكن تضيع مننا. فبيقوله وش جبتها من الشارع، ارتحت كده؟ ما تقلقش يعني مش هتعمل اي حاجه. فبيروح يتريق عليها وبيحرجها وبيقول لها تغيير كبير لواحده من الشارع. فبتتصدم لما بتعرف ان لويس قاله، وبيصدمها فليب وبيقول لها ان لويس بيقول لاي حد بيقف معاه. فبتكون زعلانه جدا وبمجرد ما بتروح البيت بتبقى طول الوقت ما بتكلموش، بس بمجرد ما بيسألها مالها بتنفجر في وشه كطبيعة كل الستات يعني، وبتقوله لما انت هتحكي لكل الناس عني وانك اتعرفت عليا فين وان انا بنت من الشارع بتاخدني معاك ليه وبتحرجني. فبيعتذر لها على اللي عمله صاحبه فيليب وانه ما يعرفش انه هيطلع رخم كده، لكن فيفيان بتكون صممت انها تاخد هدومها وتمشي وانها ما بتحبش تتعامل المعاملة دي من حد. وقبل ما تطلب الاسانسير بيروح وراها وبيعتذر لها عن كل حاجة حصلت وبيقول لها بس حقيقي مش هقدر استغنى عنك. فبتطلب منه يتعامل معاها بطريقة ألطف من كده ومش لازم يعني يقول للناس هي منين. وتاني يوم بيعرف فليب مدير أعماله إن عنده ميعاد غرامي مع فيفيان، فبيقوله متأكد البنت بتاعت الشارع، لكن لويس لأنه بدأ يحبها بجد بيحذره ما يتكلمش عنها كده. ومجرد ما بتجهز بيكون منبهر من شكلها وبيقول لها كل حاجة حلوة بس ناقصك أهم حاجة. وساعتها بيقدم لها عقد ألماظ سعره 250,000 دولار وبتبقى شكلها كده دخلت قلبه، والكل بيكون منبهر بيها وهي ماشية معاه. مش دي اللي جات من يومين وشكلها اتغير كده ازاي؟ وبيكون عامل لها مفاجأة وبياخدها معاه لطيارته الخاصة وبيطيروا لسان فرانسيسكو في أفخم حفلة موسيقية هناك.
وبيعرفها لويس انه عمره ما عمل كده مع واحدة. اما فيفيان بتكون مصدومة من اللي بتشوفه، لان عمرها ما حضرت حفلات زي دي ولا حتى اتعاملت معاملة زي دي من حد، وبتبدأ تعيط لان عمر ما حد ادالها اهتمام زي كده. وتاني يوم بيخرجوا مع بعض في جنينة، وبيكون لويس عمره ما قعد في مكان زي كده، وساعتها بقى بتقلعه الشراب والجزمة وبتاخد منه التليفون كمان وبتقوله ده وقت الراحة. وبتعدي الايام وبتعرف ان ده اخر يوم ليه هنا، لانه خلاص راجع نيويورك من تاني. وبتتفاجئ كمان انه جاب لها شقة وعربية عشان تبدأ حياة كويسة. وبعد شوية بتروح لها صاحبتها الاوتيل، وساعتها بتتفاجئ من شكلها وبتقول لها لبسك وطريقتك اتغيروا كتير، واضح انه غني قوي. لكن فيفيان بيبقى كل اللي شاغل بالها انها مش هتشوفه تاني لان شكلها كده حبته بجد. وبتعرفها انه ساب لها عربية وشقة، فبتكون متفاجئة هو الراجل ده بيوزع فلوسه كده ليه، وبتطلب منها تنصحها تعمل ايه لانها مش عايزة تسيبه. اما لويس بيقعد لوحده مع ادوارد وبيقول له انه مش ناوي يبيع شركته ومش عايز يشتريها منه كمان بسعر قليل، هو هيساعده انها ترجع من تاني. فبيكون وقتها مش مصدق انه ناوي يعمل معاه كده. وبعد ما بيخلص كلام معاه بيروح الجنينة وبيقلع الشراب والجزمة زي ما علمته فيفيان بالظبط. اما فيليب طبعا بيكون متضايق ان الصفقة باظت، وبيروح لها الاوتيل وبيكون مصمم انه يقلل منها ويتريق عليها، وبعدها بيضربها كمان عشان متضايق انها غيرته وضيعت عليهم صفقة كبيرة. وبيجي لويس في اللحظة دي وبيطرده بره وبيقوله ما تنساش ان انا اللي عملتك وخليتك شخص غني كده. وفي اللحظة دي بيعتذر لها عن اللي حصل وبيقول لها مش عايزك تزعلي، مش كل الرجالة بيضربوا الستات، يعني في منهم كتير بيساعدوها تبقى ليها قيمة وبيعلوا منها، وطبيعي هو زعلان لاني ضيعت عليه وعليا صفقة ب$1 مليار عشان ما حبيتش استغل صاحبها المرة دي. وبيديلها المبلغ اللي اتفقوا عليه والكارت بتاعه كمان عشان لو احتاجته في اي وقت. ومجرد ما بتلم حاجتها بيقول لها ما تخليكي النهارده، ممكن تمشي بكره الصبح. لكنها بتكون مصممة ومش عايزة تتعلق بيه أكتر من كده. أما مدير الأوتيل بارني لأنها دخلت قلبه بجد بيخلي السواق يوصلها لأي مكان هي عايزاه، وبيقول لها إنه هيستناها تزورهم في أي وقت. ولما بتكون في العربية بتبقى مش مصدقة إن الأسبوع خلص. أما لويس بيحس إنه فجأة بقى وحيد لما فيفيان مشيت، وبيبقى طول الوقت بيبص على الشارع ونفسه لو يشوفها في أي حتة، وبيجهز شنطته عشان يمشي من الأوتيل. اما فيفيان بتاخد حاجتها من بيتها القديم وبتقول لصاحبتها انها هتكمل دراستها وهتدور على وظيفة كويسة ومحترمة. وفي اللحظة اللي لويس بيسلم فيها بارني العقد الألماظ عشان يرجعه لمحل المجوهرات بيقوله لو تسمح لي اتكلم معاك في موضوع. فيفيان ما تتعوضش، ولو عايز عنوانها والمكان اللي ساكنة فيه السواق عندنا وصلها امبارح، لكنه ما بيردش عليه وبيمشي. بس في العربية بيبقى عايز يرجع لها من تاني وبينزل يشتري ورد وبيروح لها تحت البيت. اما فيفيان بتكون مش مصدقة نفسها هو رجع فعلا. ولما بيطلع لها الشقة بيعرفها انه ما قدرش يسافر لوحده وعايز ياخدها معاه كمان. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.